اولا قبل اي حاجه، الفيديو ده والله العظيم او البودكاست ده او ايا كان، اقسم بالله العظيم ده انا بكلم اخواتي. يعني اعتبروا ان ده انا بكلم ناس اخواتي. تمام؟ يعني ده حتى اللي ما يعرفنيش وانا ما اعرفوش. تمام؟ يعني انا لو احتاجني في حاجه في خصوص الموضوع ده انا هساعده. تمام؟ اعتقد يعني العنوان بتاع الفيديو او بودكاست واضح، وهو الاكتئاب عند الشباب. تمام؟ انا ولا بتاع تنميه بشريه بقى. تمام؟ ولا هقول لك عافر ولا هقول لك مش عارف إيه. انا بص، انا واحد طلعان عيني، اقسم بالله. واعتقد اللي عارفني عارف الماضي الاسود بتاعي. تمام؟ انا بصوا، يعني انا ما بشتمش، عمري ما شتمت في لايف. تمام؟ بس انا بني ادم طالع ميتيني. ومش هقول ما استاهلش، لا ده هو يعني انا بالذات استاهل اي حاجه تحصل لي. عشان كده يعني لما الاكتئاب جالي، تمام، انا يعني كنت بقول الحمد لله ان هي جت على قد كده، لان انا استاهل اكتر من كده، بس ربنا رحيم. تمام؟ فانا مش بس انا مش هتكلم عني. تمام؟ انا النهارده جاي اكلم اخواتي، تمام، اللي بيمروا باي مشكله زي كده. تمام؟ وخصوصا في واحد عارف نفسه. تمام؟ ده والله العظيم الفيديو ده ليه ولاي حد زيي وزيه بيعانوا من الاكتئاب، حاسين ما حدش فاهمهم. لو اتكلموا في الموضوع مع حد يقول له استرجل، انشف، مفيش راجل بيعيط، مفيش مش عارف ايه. وعارف الصراع اللي بين كل شاب، اللي هو امشي بمبدأ مفيش راجل بيعيط يعني واموت قهر. تمام؟ ولا هطلع كل اللي جوايا وساعتها هبان ضعيف قدام الناس. ولو هطلع كل جوايا، اطلع قدام مين؟ مين اللي ممكن يستحملني؟ الاسئله دي كلها انا يعني مش هقول لكم هي عندي اجابتها، بس انا بدور زيكم. تمام؟ انا بقول لكم انا والله العظيم واحد طلعان ميتينه في الدنيا، والله العظيم. تمام؟ يعني بتجيلي افكار، يعني انا مش هتكلم عن نفسي، مش هتكلم عن نفسي. تمام؟ بس انا جاي اجاوب على اسئله. تمام؟ يعني الفيديو ده انا كنت عامل زيه قبل كده. تمام؟ بس اكتشفت ان لا، ان في ناس واخده وليد ان فعلا اخ كبير او اخ صغير. تمام؟ واخداني اكتر من مجرد يوتيوبر، زي ما انا لما واخد يعني كل حد بيكتب لي كومنت، اقسم بالله اكتر من مجرد سبسكرايبر او شخص عمل كومنت او كده. لا، انا لو حد جالي غريب بيتابعني وانا ما اعرفوش وطلب مني مساعده خصوصا في موضوع زي كده، والله العظيم لا اقف معاه، والله العظيم لا اقف معاه. تمام؟ اول مره اطلع لايف ومبقاش بشرب شاي بلبن ولا شاي ساده، ده بيبسي. يعني بصوا حاجه غريبه. تمام؟ فانا هسال يعني انا هجاوب على اسئله، اكتر الاسئله اللي اتسالت لي اللي ليها علاقه بالاكتئاب او اللي ممكن تكون مسببه للاكتئاب. تمام؟ وزي ما بقول انا مش بني ادم بتاع، يعني انا مش خبير، انا شخص مكتئب زيكم. تمام؟ بس انا اللي هو الحمد لله ربنا يعني ربنا والله العظيم رحيم بيا قوي، لان اللي انا عملته في حياتي استاهل ان انا اتعدم. والله العظيم استاهل ان انا اتعدم لو بالورقه والقلم. انا قايلها في بار قبل كده في تراك لسه ما نزلش، كانت ايه؟ وطول ما الملك فوق، طول ما الملك معايا كل شيء هيكون تمام. لو بالورقه والقلم فانا استحق اخد اعدام. تمام؟ وانا طبعا يعني انا مش هجيب اسامي اليوزرز اللي بعتوا الاسئله ديت. تمام؟ بس بعد كده يا ريت اللي عايز يبعت سؤال ويبقى اسمه باين يعرفني، واللي عايز يبقى انونيمس او اسمه ما يظهرش برضه يعرفني، انا يعني مش عارف. تمام؟ فخلينا نبدا. حكاوي المستمعين اكتئاب الشباب، او بمعنى صح ازاي تنقذ نفسك من الاكتئاب. حتى لو انا مش عارف انقذ نفسي ممكن انقذك. تمام؟ وزي ما قلت الفيديو ده لكل اخواتي وكل الناس الكبيره والصغيره. تمام؟ ولكن في شخص بالذات انا عارف ان الفيديو ده هيأثر معاه، وهو يعني هو عارف نفسه. تمام؟ يعني يو ار ماي داك كده، لان انت عارف نفسك. تمام؟ طيب، اولا يعني اول سؤال هو ما يعني انا ما اقدرش اقول ان ده بيحصل معايا او ان ده كان سبب من اسباب اكتئابي لاي سبب، لان انا مش من النوع اللي بيكتئب بسبب حب او كده او مش عارف ايه. ممكن اكتئب بحب بسبب مثلا زي البني ادم اللي كنت مرتبط بيها وتوفت. تمام؟ انما كحب وبعد وكده انا يعني
ما جاليش قبل كده حاجه زي كده، بس برضو هجاوب على اول سؤال او احطه اول سؤال. ازاي اتخطى حب دام سنين، او بمعنى صح ازاي اموف اون، ازاي اتخطى خلاص ما بقتش مرتبط بيه، تمام، وخلاص مساله خلصت، تمام. آه يمكن لو انت مش مرتبط او ما خطبتش او ما اتجوزتش قبل كده تحس ان السؤال تافه، تمام. وزي ما قلت انا عن نفسي ما بعانيش من المشكله ديت، بس اللي بيسال ده ممكن يكون فعلا حياته كانت واقفه على الشخص ده، لان الفترات الطويله دي بتخلي الارتباط ممكن يتحول كشخص من العيله، فانت يعني الموضوع بيبقى صعب برضه، تمام. بس انا هحاول يعني اجاوبك كاخ كبير او صغير، بس هو الواضح ان انا اخ كبير لصاحب الاكونت ده، يعني باين يعني، تمام. اول سؤال زي ما قلت، ازاي اتخطى حب دام سنين او ازاي اموف اون. طيب بص، دلوقتي الموضوع انا عارف انه صعب وعارف ان انت بتعاني، وممكن تكون البني ادم ده انت كنت معتبره من العيله، او بني ادمه دي اللي انت مرتبط بيها معتبرها من العيله، فكون ان حد من العيله يختفي او ما يبقاش في حياتك دي بتبقى صعبه جدا، خصوصا لو البني ادم ده حي، يعني هو يبقى يبعد عنك وهو حي. ازاي يعني انت كنت فاكر ان البني ادمه دي مثلا مش هيفرق بينك وبينها غير الموت، تمام. فانا عارف ان الموضوع صعب يا صاحبي، بس انا هقول لك حاجه، زي فيلم محمود عبد العزيز في ابراهيم الابيض، قال لهند صبري كلمه واحده، الكلمه دي يعني بتلخص كل حاجه: اهون عليكي تهوني عليا. فاهم؟ يعني انت برضو لو مش عارف تعيش حياتك من غير البني ادمه دي، تمام، انت اقعد مع نفسك كده وبص قول طب هي زمانها دلوقتي بتعمل ايه؟ زمانها زعلانه زي ما انا زعلان؟ اكيد لا، لان هي لو زعلانه زي ما انا زعلان ما كانتش سابتني، تمام، ما كناش انفصلنا اصلا، تمام. طب هي دلوقتي ايه اللي بتعمله؟ هي دلوقتي عايشه حياتها، بينما انا قاعد هنا بفكر موقف حياتي عليها، وعارف ان هي غالبا مش هترجع وموقف حياتي عليها، تمام. لما بتواجه نفسك بالحقيقه دي، هي بتبقى موضوع صعب ان انت تواجه نفسك وان انت تدي نفسك بالقلم وتهين نفسك، بس قدام نفسك. يعني كان في مثل بيقول ايه: يا بخت من بكاني وما ضحكش الناس عليا، يعني يا بخت اللي قال لي نصيحه وجعتني بس ما خلاش الناس تشمت فيا بسبب غلط انا بعمله، تمام. بس ايه بقى اللي يحصل لو اللي بيندبك ده او اللي بيفوقك ده بيبقى انت؟ دي ساعتها انت مش هتدي نفسك قدام حد، بس هتبقى اديت لنفسك قلم فوقك. اسال نفسك كده: انا عايش حياتي؟ لا انا مش عايش حياتي، حياتي واقفه عليها، تمام، وهي عايشه حياتها وغالبا مرتبطه دلوقتي، وانت لازم تمشي بمبدأ اهون عليكي تهوني عليا، تمام. بعد كده بص حواليك هتلاقي الدنيا كلها متاحه، هتلاقي ان لو انت كنت عايز ترتبط، لو انت كنت مرتبط بدي وانفصلتوا، فقدامها شوف وانت ماشي في الشارع كده، تمام، في مليون بنت محترمه كان ينفع تتقدم لها وينفع تخطبها، تمام. الحياه مش واقفه عليها، في مليون بنت مستعده تشيلك في عينها، تمام، بس هي لسه ما شافتها، لسه ما فيش حد واحده فيهم شافتك. في بنات محترمه مستعده لو شافتك تبنوا عيله وتبنوا اسره، تمام. الفرص قدامك يا صاحبي، احنا مش 10,000 بني ادم على الكوكب، احنا حوالي 8 مليار، فاهم؟ حاجه ما بتقفش على حد، ولو بتقف على حد فهي بتقف على حد لما يبقى الحد التاني حياته واقفه عليه، لما يبقى في ظرف مخليكم انتوا اتنين بعاد عن بعض بس انتوا اتنين باقيين على بعض، انما غير كده ما ترخصش نفسك، صح؟ الحياه تستمر، فاهم؟ وانا والله العظيم قصدي اكون هرش او قاسي عليك، بس انا زي اخ كبير، يعني هو الوضع ان انت ايه، يعني مثلا 18 سنه 19 سنه من الصوره، فاهم؟ ف اعتبرني ان انا فاهم اخ كبير، انت جيت اشتكيت له وانا بفوقك كاخ كبير مش اكتر، فاهم؟ واحيانا بيجي لي الناس بتاخد النصيحه بتبقى اخوات اكبر مني، يعني عادي، تمام. يا سامح سبيد بياخد معظم قراراته بعد ما يستشيرني، ودي مش معناها حاجه وحشه، ده هو واثق فيا رغم ان هو يعني خلاص 40 سنه وانا 24 سنه، تمام. خلي بالكوا سامح سبيد كبير، ده فامباير بس مش باين عليه، تمام. فالموضوع مش اخ كبير ولا صغير ولا كده، بس هي الفكره ان انا زي ما بقول لك انا بعامل الناس اللي بتسالني على اي حاجه اخوات ليا، انا بحس ان هم مسؤولين مني، تمام. فاتمنى ان انت ايه شوف حالك يا صاحبي، وباذن الله نفرح بيك، تمام. تاني سؤال ده تقريبا تامر حسني اللي بيساله لا بهزر والله. بيقول: هل الوحده هتقتلني؟ وبين قوسين بتكلم بجد هو تقريبا عشان عارف ان انا هقلش عليها، بس انا مش هقلش عليها والله. الوحده ممكن تقتلك على حسب
على حسب. احيانا بيبقى فيه وحده ايجابيه واحيانا بيبقى فيه وحده سلبيه. تمام. انا عن نفسي يعني اسال اي جروب من الفريندز عندي، لما مثلا ببقى مع شله صحاب او كده او بمعنى صح اللي هو بنعمل خلاص بنستهبل بقى، ومثلا كنا لا ماشيين عدل، بعد كده بقينا نستهبل في اي حاجه عامه، وبقينا نخرف ونعمل غلط وبقى والدنيا باظت مننا. تمام. اسال اي جروب من الفريندز اللي كنت بقعد معاهم هيقول لك وليد بيختفي فجاه. تمام. ليه؟ لان انا لما بلاقي نفسي مثلا بستهبل او بتمادى في حاجه غلط، تمام، وممكن يكون التمادي ده بيخلي الجروب اللي انا فيه يتمادى معايا فبشدهم للغلط، او حتى العكس لو هم اللي بيعملوا حاجه غلط وبيتمادوا وبيشدوني للغلط، تمام، فانا بنسحب. بيبقى عندي احسن ان انا انعزل عن ان انا ابقى كل يوم بشد لنفسي لتحت اكتر. فاهم؟ فديت الانعزال الايجابي اللي هو ان انت تنعزل عن ما يؤذيك، تمام، لحد ما ربنا يكرم. تمام. وتشوف بقى تشوف دنيتك ايه، سواء شله صحاب، سواء مثلا واحده خاطب، يعني انت خطبت واحده وطلعت مستغله او كده، فممكن تنعزل كده، تقعد مع نفسك تعيد حساباتك. ديت الانعزال الايجابي، او ده اللي انا شايفه انعزال ايجابي. تمام. في بقى الانعزال اللي هو برضه انا بعمله، يعني انا بعمل الاثنين، الانعزال الايجابي والانعزال السلبي. هو لما انت تبقى خلاص الاكتئاب وصل معاك مرحله انت مش قادر، مش عايز تتحرك اصلا، مش عايز تتحرك من السرير، مش عايز تعمل حاجه اصلا. تمام. وديت قد تبدو ان هي حاجه صعبه قوي ومشكله صعبه قوي، لكن انا اكتشفت ان هي سهله قوي. هي كل اللي انت محتاجه انه وانت مكسل قوي كده تتصل بس بواحد صاحبك، بس يكون صاحب بجد. فاهم؟ تتصل بيه تخليه يجيلك او انت تروح له. تمام. لو صاحب بجد صدقني هتلاقي نفسك فرحت وخرجت ونزلت وشفت الناس في الشارع ورحت وجيت، او هو حتى جالك من غير ما تنزل، بس اتكلمتوا وعملتوا ومش عارف جبت وبيبسي وتتفرجوا على مسلسل، فيلم، تلعبوا جيم بتاع، هتلاقي نفسك خلاص. بس ده لو صاحب بجد. تمام. اما لو هتسالني برايي انا عن نفسي، الموضوع 1+1=2. تمام. الانعزال اللي انا بعمله ده لو غلط فانا عندي انعزل احسن لحد ما اعيد حساباتي. تمام. مش دايما الوحده بتبقى بتقتل، ولكن الوحده اللي تبقى غصب عنك، او اللي هو اللي انت تحس ان انت عايز تتحرك بس مش عايز، دي بتبان ان هي صعبه، بس الموضوع بيبقى سهل. هو مش محتاج غير صاحب واحد او حدث واحد بس تعمله وتلاقي نفسك رجعت طبيعي جدا. تمام. فاتمنى اكون برضو يعني افدتك. ولكن برضو نسيت اقول لك، ولكن برضو يعني الوحده لو انت مكتئب ديت خط احمر. اوعى تبقى مكتئب وتنعزل، اوعى تبقى مكتئب وتبقى وحيد، اوعى تبقى مكتئب وتحط نفسك في الوحده، لان دي بتبقى انتكاسه، بتزود الضرر، بتعمل ضرر رهيب. يعني لا قدر ممكن توصل للافكار الانتحاريه. فانت لو انت مكتئب اوعى 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 احذر الوحده، خليك مع الناس حواليك بقدر الامكان. يعني كويس ان انا افتكرت ان انا اقول لك النقطه دي قبل ما انقل على السؤال التاني. السؤال التالت بقى بشرب حشيش ومش قادر اعيش طبيعي. يعني بص، على فكره اقسم بالله انا مش قادر، يعني انا مش قصدي اقراها بقافيه، بس عشان انا رافر فانا قريتها بشرب حشيش ومش قادر اعيش. المهم بيقول بشرب حشيش ومش قادر اعيش طبيعي، هل في علاج للادمان من غير مصحه وادويه؟ انا عارف انت بتسالني السؤال ده ليه، وانا يعني انا عندي ان انا اتكلم في الموضوع ده بس بشكل ايجابي، يبقى فاقد الشيء يعطيه. ان انا مثلا اتضريت بسبب حاجه فافيدك واقول لك لا بلاش. تمام. ديت ما تقولش جهر بالمعصيه دي، انا بنصحك لان انا يعني ليا خبرات. انت عارف وليد، لو انت عارف وليد فانا مش محتاج اتكلم. تمام. اولا صاحبي انا عايز افهمك حاجه، الحشيش تمام كويس ان هي وقفت على الحشيش، لان الحشيش تقدر تبطله. تمام. ويعني الموضوع ممكن يكون صعب ليك لو انت يعني مش متعود على دراجز اعلى من كده. تمام. فبالنسبه لك ده الليميت، ده اعلى حاجه، فبالنسبه لك ممكن تبقى متعكنن بتاع. بس لو على الحشيش فهي الموضوع يعني كويس ان هي وقفت على كده، تقدر تبطله من غير
مصحه ومن غير ادويه، ولكن هتحتاج بس ان انت تقرص على نفسك 3 4 ايام، هتبقى مزاجك متعكر شويه مش عارف ايه. ولكن عادي، وممكن ما يحصلش اي حاجه خالص، هي حسب الدوز بتاعتك تمام. بس هي الفكره كلها هنا تمام، انت ممكن تبطل اي حاجه وممكن تدمن اي حاجه تمام. لو مخك يعني لو مخك بيفكر غلط، انا ممكن ادمن البيبسي تمام، ممكن ادمن الاكل، ممكن ادمن اي حاجه. فهي مساله مخ، درب مخك شغله صح تمام، هتعرف تبطل اي حاجه وتعرف في نفس الوقت تفيد نفسك باي حاجه. ومخك قادر يدمرك وبرضه قادر يبنيك، وده باختيارك انت تمام. وهي كويس لو وقفت على الحشيش، فهي كويس ان انت في حاجه يعني سهله وبسيطه، وصدقني احسن ما انت متوقع. ويعني فاهم، يفضل لو مش حتى مش هتروح لدكتور نفساني فاهم، تاخد تشوف مثلا حد في صيدليه او حاجه فاهم، تكلمه مهدئ او اي حاجه. انا ما اقدرش يعني، انا ما اقدرش اقول لك حاجه لان انا مش طبيب ولا ليا في الطب، بس انا بكلمك يعني عن طريق خبرتي انا تمام. الموضوع سهل وبسيط، وكويس ان هي وقفت على كده. وخليها يعني ايه، الحق نفسك قبل مثلا ما تلاقي نفسك بتعمل حاجه تانية اكبر والموضوع يبقى صعب لدرجه ان هو يوصل ان لا ده حتى يعني في ناس يعني مش قادر اقول لك، في ناس اللي هو حتى المصحه والادويه مش بتجيب معاها، ممكن يقعدوا 6 شهور في المصحه ويخرجوا يضربوا في نفس اليوم، ودي شفتها بعيني مليون مره تمام. ف خليك زي الوليد في لمس تمام. انا عن نفسي الحمد لله لو كنت بعمل اي حاجه غلط وقفتها الحمد لله، ما احتجتش اي حاجه اللي هو فاهم اللي هي ما كنتش بضرب حاجات اللي هي زي اللي انتوا متوقعين فاهم. انا مش عايز اوضح لان انا والله العظيم مش قاصد الناس هتاخدها ان انا يعني بقول انا جامد وانا عملت بعدين انا مش عايز شكلي يبان وحش قدامكم، بس القلم كده. بس انا والله العظيم بقول بتكلم، بس انا عارف هو بيسالني من اجل، انا ما اعرفش مين ده، بس هو بيسالني من اجل ان هو عارف، اكيد عارف وليد فلامس، فهو بيسالني كاساس. انما مش دي مش حاجه حلوه، انا بحاول بس فقد الشيء، فقد الصحه عادي ممكن ياتي نصيحه، فاحيانا فقد الشيء يعطيه عادي تمام. السؤال الرابع، عايش منعزل مش عارف اعمل صداقات ولا عمري ارتبطت. اه طيب، هو يعني السؤال يعني هما السؤالين من نفس الشخص تمام. عايش منعزل مش عارف اعمل صداقات ولا عمري ارتبطت، والسؤال الخامس برضو من نفس الشخص، عندي مرض البهاق بين قوسين زي اللي عندك في خدك، يعني اللي هو بان تمام. بس انا عندي تمام. بس مش منتشر يعني زي يعني فيتلايجو زي مثلا مايكل جاكسون، بس انا مش منتشر تمام. ممكن كده بس ما علينا يعني، انا مش دي مشكلتي، هو مشكلته هو عندي مرض بهاق زي اللي عندك في خدك، كويس ان انت عارف. وعلى فكره ما اعرفش ده فيتلايجو ولا لا، بس هو ما بينتشرش يعني عامه عندي انا الحمد لله يعني. وبجد بتعذب وبداري ايدي وبلبس نظارات شمس عشان منتشره في ايدي وعيني. تعرف اي علاج باي شكل؟ اولا انا هجاوبك على السؤال الرابع بتاعك، بعد كده هجاوبك على السؤال الخامس لوحده تمام. عايش منعزل مش عارف اعمل صداقات ولا عمري ارتبطت. اولا يا صاحبي آه انا سؤالي ليك ليه؟ ايه اللي منعك؟ لو اللي منعك هو السؤال الخامس اللي هو مثلا عندك بهاق او كده، فانت مجنون يا صاحبي، ما تزعلش مني. ايه المشكله يا حبيبي؟ ايه المشكله؟ انت بني ادم كويس تمام، اتعرف على ناس يا حبيبي، لو اتعرفت على ناس كويسه مش هيبص للنقطه دي. ايه النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي اصلا؟ عيش حياتك يا حبيبي، عيش حياتك وعادي يا عم، مفيش حاجه يا عم، في ايه تمام. رامي جمال اهو مغني معروف جدا تمام، عنده مرض البهاق يا صاحبي. وبقول لك ايه يعني، مفيش حاجه، انت اصلا عندك مرض يعني، ولا هو معدي ولا هو مثلا ليه خطوره على البشر، ولا ده هي بس ناقص صبغه الميلانين اللي هي بتاعت الصبغه. انت يعني انت وجودك مع جنب حد مش هيأذيه، ولا حتى المرض يعني الحمد لله بيأذي المصاب بيه فاهم. انت ايه مشكلتك يا حبيب قلبي؟ انت بتعرف على ناس كويسه، الناس دي مش هتبص النقطه دي. اتعرف عليا يا عم، انا صاحبك يا عم، ابعت لي اد والله خلاص انا بقيت صاحبك. شوف انت عايز ايه يا عم، وانا اخرج معاك ونخرج سوا، وتعالى اقعد معايا ونعمل بودكاست هنا لو عايز، والله العظيم والله ما بهزر.
وادي اهو اول صاحب انت كسبته. تمام. لو انت في الجامعه، تمام، اقعد في الكافيتيريا، هزر مع اللي بيعمل الدرينكس، او مثلا اللي بيديك القهوه، او اللي قاعد في الكافيتيريا، تمام، اديك صاحبت واحد اهو، عشان كل ما تروح الكافيتيريا مثلا يظبطك ايه يا احمد مش عارف يعمل لي بقى كوبايه قهوه سكر زياده، مش عارف، اديك عرفت واحد اهو. تمام. لو انت مثلا في المدرسه، تمام، ايه وانت واحنا النهارده علينا ايه مش عارف ايه اسال اللي جنبك كده، اديك اهو، اديك طالب اهو عرفته. تمام. اديك صاحبته. تمام. عيش حياتك حبيبي، في ايه؟ تفتش عن نفسك يا حبيبي. لو انت عايز تعرف ناس كويسه وخدت خطوه، لو الناس دي كويسه خلاص، الناس دي هتبقى انت كويس هم كويسين، مش هيبصوا النقطه دي. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ عيش حياتك يا حبيب قلبي، ايا كان عمرك، ايا كان سنك ايه. وانا اهو ادي اول صاحب، ما عرفتش تعمل صداقات ازاي وانت اهو صديقتني. ايه يا عم المشكله اللي انت بتقولها دي؟ ليه بس كده؟ انت اتضايقت والله يعني، فاهم؟ اتضايقت وفرحت في نفس الوقت، لان يعني انتوا بتشاركوني حاجات غالبا انتوا ما تقدروش تشاركوها مع عيلتكم، فاهم؟ ف حاجات كتير مش لازم يعني الفيديوهات الحكاوي المستمعين دي نقطه في بحر، في اسئله تانية ما بتبقاش اصلا المفروض يتعمل عنها فيديوهات بجاوب عليها. وبفرح ان انتوا يعني بتثقوا في واحد اسمه وليد فرامس للدرجات دي، اللي انتوا تتكلموا في حاجه زي كده وانتوا عمركم ما قابلتوه على ارض الواقع. تمام. عشان كده انا والله العظيم والله العظيم والله العظيم، اي حد عندي في القناه اللي هو عارف وليد فرامس ده بالنسبه لي مش سبسكرايبر، ده بالنسبه لي زميل. زميل طالما هو بيتابع وليد فرامس يبقى هو زميل. تمام. اما بقى بالنسبه لي انا، فانا دي فقره كنت مخليها للاخر. تمام. عايز افهمكم حاجه، انا عارف ان انا يعني افكاري غير متوقعه، بعمل حاجات غريبه احيانا. تمام. ممكن احيانا اتفهم غلط ببوستات او بكلام معين. احيانا بتلاقوني مثلا بعمل حاجه يعني باخد مثلا صوره، الصوره دي ما طلعش غير من مجرم، فجاه تلاقوني مثلا لابس قميص كده محترم. تمام. لا قميص ما لبستوش غير مره واحده ساعه خطوبه اختي. تمام. من ساعتها ما بلبسش قمصان. تمام. ويعني انا عارف ان انا شخصيه غامضه. تمام. انا عارف. تمام. ولكن انا والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا كل اللي عايزه ان انا زي ما كنت متربع على العرش زمان استعيد العرش ده بتاع اللعبه اللي احنا فيها دي، او الجيم من اليوتيوب، او سواء جيم الراب. استولى على مش هستولى على العرش، لان انا هرجع على العرش بتاعي، لان انا كنت من الاوائل. تمام. لسبب واحد بس، ان انا في ناس مظبوطه وفي صحاب مظبوطه وفي صحاب جدعان مراهنين على فوزي، مش مراهنين على فشلي. تمام. واي حد هنا اقسم بالله بيحب وليد فرامس والله العظيم انا بعتبره اخ. تمام. واحد زي اللي بعت السؤال ده، والله العظيم انت لو عايز تجيلي بعد الفيديو ده تقعد معايا، اديك انت صاحبتني، ادي اول صديق. تمام. انا بالنسبه لي اللي بيجي ده عشان يسالني سؤال خاص ايا كان هو ايه، سواء عايز يظهر في الفيديو بتاع حكاوي المستمعين او ما يظهرش، تمام، ده بالنسبه لي حاجه بتفرحني جدا. انا شايف الشباب دي شايفاني اخ كبير اخ صغير حسب سنهم. تمام. وانا والله العظيم انا في حاجات كتير كنت بعملها يعني وقفتها عشان ما اخذلكمش وما اخذلش اهلي وما اخذلش الصحاب اللي راهنوا على فوزي، وان انا هستعيد عرش الجيم ديت. تمام. فالبودكاست ده والله العظيم يعني انا مبسوط ان انا عملته. تمام. وانتوا قولوا لي لو عايزين بودكاست عن حاجه معينه، والله العظيم يعني بصوا اللي انتوا عايزينه. تمام. واي شاب او شابه، بس انا والله مش بص انتوا هتركزوا في شاب بس، اي شاب عامه او شابه عايز يكلم وليد فرامس اخ كبير، حتى لو باكونت فيك ما يعرفوش هو مين، تمام، يحكي له او يبعت له مشكله معينه، والله العظيم فوق راسي فوق راسي فوق راسي. لان انا يعني لما في اسوأ حالاتي ولما وقعت ولما كنت لوحدي، انا ما كانش في حد جنبي، ما كانش في حد حتى يعمل لي كده. دي لوحدها كانت هتبقى تخليني كويس، ما كانش حصل كل الدمار اللي حصل في حياتي ده. تمام. فانا من ساعتها خدت عهد ان انا عمري ما هلاقي حد بيخبط على بابي
وارده مكسور الخاطر. استحاله، استحاله. انا عشان عارف يعني ايه تبقى لوحدك ومحدش يعمل لك كده، فانا قررت ان احط ايدي ديت على اي حد قاعد لوحده بس. فالبودكاست ده يمكن يكون غريب شويه وانتوا مش متوقعين الجديه ديت مني، بس كان لازم اعمله لاخواتي سواء كبار او صغار. وبس مش هقول ايه. تمام. والله يعني تحرجوني والله العظيم بثقتكم فيا. والله ماتش ريسبكت لاف. تمام. واللي عايز اي حاجه يبعت لي على المسجز او كومنتات. تمام. لايك شير سبسكرايب.